في حادثة مأساوية هزت العاصمة الأردنية عمان. قتل الشاب عباد عمر عبد الفتاح عرابي البالغ من العمر 21 عاما إثر تعرضه لطعنة في الصدر أثناء تواجده في محل بمنطقة بيادر وادي السير. الضحية الذي كان يتيم الأب ومعينا لأمه وأخته فارق الحياة متأثرا بجراحة، ما أثار موجة من الغضب والحزن في أوساط عائلته ومجتمعه المحلي. وعقب الحادثة تجمع العدد من أفراد عشيرة الشاب المغدور في منطقة شارع الاستقلال، حيث قام بعضهم بإغلاق الشارع وحرق الإطارات تعبيرا عن احتجاجهم على الجريمة البشعة. وتدخلت الجهات الأمنية لفتح الشارع وتهدئة الأوضاع، وتم توقيع عطوة أمنية مدتها 3 أيام وثلث للسماح بدفن الشاب الضحية وتهيئة الأجواء لمتابعة الإجراءات القضائية والعشائرية المتعلقة بالقضية. والسلطات الأمنية ألقت القبض على الجاني وتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها، وسط مطالبات من المجتمع بتحقيق العدالة وإنزال العقوبة المناسبة بالجاني.